السلام عليكم ورحمة الله. أهلا بيكم في فيديو جديد. لو انتوا زي كده بتوصلوا لآخر الشهر وتلاقوا الميزانية بتقولكم مع السلامة، يبقى الفيديو ده معمول علشانكم. النهاردة جايبه لكم أفكار لأكلات اقتصادية جدا من الحاجات اللي موجودة عندنا في البيت، يعني من غير ما نحس إننا محرومين من أي حاجة. هنعمل أكلات من حاجات موجودة عندنا في البيت من البواقي، يعني مفيش أي حاجة هتترمي. وكمان هنعمل فطاير بحشوات اقتصادية. منيو بسيط واقتصادي ينفع لآخر الشهر. أتمنى إن الفيديو يعجبكم وتاخدوا منه أفكار. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعمل ايه بإمكانياتنا البسيطة واللي على قد الإيد. بس قبل ما نبدأ الفيديو، خليني أقول لكل الأمارات اللي فاتحة الفيديو بتاعي، لو انت أول مرة بتشوفي قناتي وعجبك الفيديو، أتمنى منك إنك تنوريني بالاشتراك في القناة وتفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد أنا بنزله. اول وصفه معانا وهي طريقه عمل المكرونه النجريسكو، ودي ممكن تعمليها او تستبدلي بدلها صينيه مكرونه بشاميل عادي. يعني انا عملتها عشان كان عندي ساعتها مكرونه سباكيتي، وكان عندي شريحتين من الفراخ موجودين عندي في التلاجة، فخدتهم وعملت منهم بشاميل اقتصادي. لو عايزين طريقته قولوا لي وانا انزلها لكم على القناه. وعملت صينيه المكرونه وعديت بيها اليوم. تاني وصفة معايا وهي برضو بتتعمل برضو من بواقي الخزين بتاع الشهر، وهي الكشري المصري. يعني شوية مكرونة، شوية عدس، شوية رز، شوية شعرية فاضلين عندك، هتعملي بيهم أحلى حلة كشري مصري. وكده أبقى عديت خلاص اليوم ومشيته بالحاجات اللي موجودة عندي من بواقي الخزين. تعالوا اقول لكم بقى على الوصفه اللي بعد كده، وهي طريقه عمل فطيره بحشوه فطيره الجلاش اللي بحشوه اللحمه المفرومه. انا كان عندي معلقتين من اللحمه المفرومه، ومش هقول لك هاتي لفه جلاش، خليكي على اول الشهر دايما كل ما تعملي جلاش او تطلعي لفه هاتي منها ورقتين ثلاثه كده وحطيهم في الفريزر. او ساعات بيتبقى بتلاقي اللفه بتكون فيها بواقي ورق كده مقطع، انا مش برميه، انا باخده وهو مقطع كده، ابدا اعمل بيه صينيه جلاش اللي باللحمه المفرومه. حتى لو عندك معلقتين لحمه مفرومه ممكن استبدال اللحمه المفرومه دي على فكره بالفراخ او حتى بالجبن، بتبقى حلوه جدا. وبتحمري جنبها مثلا بطاطس او حاجه، وكده برضو ابقى مشتت اليوم. وهي برضو من الفطاير الحلوه السهله اللي برضو انا بعملها من الحاجات اللي موجوده ومن البواقي اللي موجوده عندي. ما بكلفش نفسي خالص خالص ان انا اجيب اي حاجه من بره، كلها من بواقي البيت. يعني انت كده مش بتعملي وصفة اقتصادية بس، انت كمان غير التوفير انت بتوقفي انك تهدري اي حاجة، وبتستخدمي كل حاجة موجودة عندك في البيت من البواقي وبتعملي بيهم أكلة بتعدي بيها اليوم. طيب لو انت مثلا مش بتجيبي جلاش او عندك مش بيتوفر عندك جلاش بيتبقى عشان تعملي منه البواقي، خلاص بلاش فطيرة الجلاش. عندك الوصفة اللي بعد كده وهي فطيرة بحشوة الفراخ برضو، بس هعملها بالدقيق. يعني انا هعمل عجينة من الدقيق وهبدأ ان انا احشيها بقطع الفراخ، برضو هسويها بنفس الطريقة اللي سويت بيها الفراخ او اللحمة المفرومة اللي بحشي بيها الجلاش. ولو انتي ما عندكيش اي لحوم تحشي بيها، فهعملك برضو في نفس الفيديو ده فكرة الفطيرة اللي بحشوة اقتصادية جدا. خليكي معايا لاخر الفيديو. هنا كنت خلاص حشيتها هنا وحطيت فوق وشها جبنه ودخلتها الفرن وعملت احلى فطيره. ده كان بديل الجلاش. بعد كده الفكره اللي بعد كده وهي طريقه عمل محشي. ممكن اجيب فلفل وكوسه، والاسعار دلوقتي يعني الى حد ما كويسه في السوق، ممكن اجيبهم واعمل بيهم محشي، صينيه محشي كده كويسه. وقلب الكوسه ده باخده بحطه برده على رز وبسويه، وجنبيه شويه بطاطس محمره، جنبيه شويه بتنجان مقلي. كده خلاص مشيت الدنيا. ده كده قلب الكوسه بعمله مع رز بيبقى حلو جدا، وكده ابقى خلاص قضيت اليوم. احنا عايزين نمشي نفسنا ونخلص نفسنا على اخر الشهر، ما نكلفش نفسنا بامكانيات. لا، انا هشتغل بالحاجات اللي موجوده عندي. عندي الخضار هشتغل بيه. ودايما خلي عندك الشوربه بتاعت اي شوربه بتتبقى عندك بتاعت الفراخ او بتاعت اللحوم، اي مرقه موجوده عندك حطيها دايما في الفريزر. بتنفعك جدا في اخر الشهر، بتقدري انك انت تعملي بيها وصفه زي دي بتقضي معاكي اليوم وفي نفس الوقت بتشبع الاسره كلها. الفكرة اللي بعد كده برضو كانت فطيرة برضو أنا عملتها بالدقيق، بس كانت بحشوة اقتصادية جدا وهي كانت بحشوة البطاطس. الفطيرة هنزل لكم المقادير بتاعتها على الشاشة. هي سهلة جدا وبسيطة ما فيهاش أي حاجة. وبرده كمان الحشوة بتاعتها اقتصادية. يعني لو عندي حبايتين من البطاطس وحبايتين من الفلفل وشوية بهارات وأي نوع جبنة متبقي عندك لو موجود، وده اختياري، لو مش موجود هتشتغلي خلاص بالبطاطس والفلفل بس. وهتعملي الحشوة، وبعد ما العجينة تخمر هقسمها على نصين واحط النص الاولاني في الصينية وبعدين الحشوة وبعدين النص التاني. وتبداي بقى انك انت تعمليها اي اشكال انت بتفضليها. ممكن تسيبيها كده وتقطعها عادي، بس انا حبيت ان انا يعني اعملها مختلفة شوية فعملت لها شوية اشكال كده.
جبت بولة كده وبدأت إن أنا أقطّعها بالأشكال اللي حضراتكم شايفينها، وحطيت فوق الوش كده شوية من حبة البركة ودهنتها معلقة صغيرة من العسل الأسود عليها شوية مَيّة، وبدأت إن أنا أدهن وش الفطيرة. كده عملت خلاص أحلى فطيرة، وكده خلاص قضيت اليوم مع شوية بطاطس محمرة تبقى الدنيا تمام. بعد كده كمان عملت الوصفة اللي بعد كده أو اليوم اللي بعد كده نقضّيه إزاي، ممكن إنِّك أنتِ تقضّيه بالحاجات اللي هي النواشف اللي موجودة عندِك، يعني مش هنعمل فيه طبيخ بقى تقيل ولا حاجة، يعني مثلًا حتّة جبنة قريش هابدأ إن أنا أتبّلها، لو بقى مش هاقول لِك حُطّي عليها طماطم عشان الطماطم غالية اليومين دول، لأ هنحُط عليها شوية كمّون، شوية زيت حار لو أنتِ عندِك، شوية مثلًا كزبرة ناشفة، والدنيا كده هتمشي معاكِ، والجبنة القريش حلوة ومفيدة وصحّية، وعادي جدًا لمّا أحط جنبها مثلًا طبق فول عملته بالطحينة، وطلّعت كل اللي موجود بقى في التلاجة، يبقى جبنة، فول، مربى كمان، مربى الفراولة دي أنا برضه كنت عاملاها معاكم، أطلّع كل حاجة موجودة عندي في التلاجة، وأبدأ إن أنا أحطها كده مع شوية عيش، وربنا يديمها نعمة علينا، وكده قضينا اليوم ومشيناه من غير صرف، من غير شرا من برّه. بس كده دي كانت شوية الأكلات الاقتصادية اللي حبيت أو شوية الأفكار اللي حبيت إن أنا أدّيها لكم، يا رب الفيديو يكون عجبكم، يكون أفادكم. ولو استفدتوا منه ولو بفكرة واحدة بس هاكون مبسوطة جدًا، ولو كان عجبِك الفيديو أتمنى منِّك إنِّك تنوريني بالاشتراك في القناة، وأشوفكم إن شاء الله في